ازيكم يا جماعة؟ نصيحة لوجه الله من واقع تجربة شخصية. أي حد اتسرق واتاخد تعبه، أيا كان بقى، شغل، مجهود، شقة سنين، أفكار، حقوق ملكية فكرية، فلوس، عقار، صحة، أيا كان يعني، تعددت الأشكال والنتيجة واحدة يعني. ولكن القصد اللي عايز أقوله إن أنت ما تزعلش أو تزعلي، وسلموها لله واحتسبوا ده عند ربنا وأجره كبير قوي. وانتوا كسبتوا ان انتوا اللي سرق ده. في ناس فاتحه بيوت كتيره ايا كان بقى من الحرام، مش هنتكلم، ولكن في ناس يعني خدوا مثلا شغلكم، خدوا فكركم، بيشتغلوا بيه ويوزعوه على غيرهم، فانتوا الحمد لله واخدين ثواب مضاعف. دي حاجه. الحاجه التانيه ان باذن الله ربنا هيعوضكم خير باللي احسن منه واللي راح، وهتكسبوا اضعاف اضعاف ما انتوا كنتوا هتكسبوا في الاول اصلا. ففي كل حال من الاحوال ما تقلقوش وسلموها لله واطمنوا وقولوا باذن الله النجاح طريقنا والنصر حلفنا، وباذن الله نوصل لاعلى القمه، وربنا يسترها علينا كلنا. من يتق الله يجعل له مخرجا، ونسلمها نكسب ونقول يا رب. شكرا لكم.